انت الان انت الان قلت لي ايش؟ انا قلت لك الحسين جده عليه الصلاة والسلام هو من حكم عليه. يعني اللي قتلوا الحسين دول الاربعة، ها، اللي قتلوا الحسين دول الاربعة مين هم؟ عبيد الله بن زياد في الترتيب، عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد بن ابي وقاص وشمر بن ذي الجوشن وسنان النخعي. هذول نفذ في الحسين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولى منكم اماما واعطاه ثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فان جاء اخر ينازله فاضربوا عنق الاخر. مفهوم؟ مفهوم. انا لو كنت مكانهم، جميل، ولا لو كنت مكان هذول الاربعة، طب انا ايش اسوي؟ مو واحد من الاثنين، يا اما اني اكون زيك مغفل وغبي زي الرافض الهبل واصدق كلام الحمير دول عن معصومية الحسين واتركه، يا اما اني انفذ السنة عليه. انا بصراحة اختار اني انفذ السنة عليه. احنا ما عندنا معصومية، خلاص فرحت. أصغر منه أمر بهم فحملوا إلى الشام. فنحن اليوم مع أم العواجز، مع أم هاشم في رحلتها إلى الشام بين يدي أمير المؤمنين يزيد ابن معاوية. وصل الركب الزينبي من الكوفة إلى دمشق في الشام حتى وصلت إلى قصر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. وصلت زينب مع نساء أهلها من بني هاشم ودخلت القصر، وكل نسائها يبكين إلا زينب ما بكت، لأنها حازمة عاقلة صابرة. هي بكت لما رأت أخاها، بكت عندما رأت المصيبة، بكت. وكيف لا تبكي؟ بل حق لها أن تبكي على ما رأت من حال أخيها. بكت عيني وحق لها بكاها، كيف وما يغني البكاء ولا العويل. بكت لأنها رأت منظرا لا يتحمله إنسان. ثم لما دخلت على يزيد أظهرت الصبر والتجلد. لما دخلت على يزيد بن معاوية بكى نساء آل علي جميعا، وزينب لم تبكي ولم ترفع صوتها ببكاء. ثم قالت ليزيد بن معاوية: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. دخلت زينب مرفوعة الرأس، تعلم أن هذا في ميزان حسناتها وفي ميزان حسنات الحسين، ليكون عند الله شهيدا فينال المنقبة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عن الحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة. فلا بد أن يموت شهيدا لتصدق نبوءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما دخلت زينب على يزيد بن معاوية قالت: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ودار حوار طويل بين زينب وبين يزيد بن معاوية، أرجف المرجفون بكلام طويل لا أصل له، وأرادوا أن يشوهوا سورة يزيد، وأرادوا أن يطعنوا في يزيد بأنه تكلم وتفشى وأظهر الشماتة في قتل الإمام الحسين وأبنائه أمام السيدة زينب
وما كان هذا من يزيد أبدا أن يظهر الشماتة بموت أو في موت هؤلاء. خلدون واستدركنا عليه، ثم آخر شيء يتكلم عن عبيد الله ويزكي الحسين بنظرته واجتهاده. نأتي الآن إلى قضية الذين يدافعون عن الحسين أو يقولون كيف عن يزيد، كيف نصنع بحديث القسطنطينية، وكيف نصنع بمحمد بن الحنفية في رواية أنه كان جالس عند يزيد فسئل هل كان يشرب الخمر، قال لا كنت أشوفه يصلي ولا يشرب الخمر وما كان داعي أنه يجاملني. باختصار صحت هذه وصحت هذه، العلماء الفقهاء كلهم الذين قالوا بفسقه وظلمه وعدم جواز روايته كلهم بالمئات والآلاف رووا الروايتين وما وقفوا عندها وما زكوا. ليش؟ لأنهم كما قلت لكم يحكمون على الرجل بما يغلب عليه. فالقسطنطينية سنة 52 خلاص غفر لهذا الجيش 52، وجرائم كانت في 60 إلى 63 هجرية وجرائم رهيبة. هل كان الحديث عصمة له؟ هل كنا بابوية؟ لا يا حبيبي. ولذلك ما فهم هذا الطرح الكنسي في فهم حديث القسطنطينية. أما أن والله ما سب الحريم، إذا كان لا يدري ولم يرضى لماذا تسير إليه الرؤوس؟ لماذا تسير إليه بنات رسول الله سبايا في حر الصحراء أياما وأسابيع؟ لماذا ينكت في إيه؟ في ثنيتي الحسين عليه السلام؟ لماذا هذا الإذلال؟ ما سر هذا الحقد يا إخواني؟ أليس خروج الحسين على يزيد الحسين رضي الله عنه على يزيد دليلا على عدم شرعية الحاكم المتغلب بقهره وتزويره؟ لا طبعا، يزيد لم يكن قاهرا ولا مزورا، معلش. يعني يزيد بن معاوية رجل صالح ليس رجلا فاسدا. هذا واحد. بعد آخر حاجة الفتوى رقم 1466 اللجنة الدائمة في السعودية والتي ترأسها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتوى عن يزيد طويلة ختموها بالتالي: وأما بالنسبة لترك المحبة فلأنه أي يزيد لم يصدر منه من الأعمال الصالحة ما يوجب محبته. السؤال: ماذا عن من أحب يزيد؟ يقول لم يصدر منه من الأعمال الصالحة ما يوجب محبته، فبقي واحدا من الملوك السلاطين، ومحبة أشخاص هذا النوع ليست مشروعة لأنه صدر عنه ما يقتضي فسقه وظلمه. لاحظ: 1 في سيرته، 2 في أمر الحسين، 3 وأمر أهل الحرة اللي هي المدينة اللي ذبحهم. وبعد الفاصل نختم إن شاء الله. تزويره؟ لا طبعا، يزيد لم يكن قاهرا ولا مزورا، معلش. يعني يزيد بن معاوية رجل صالح ليس رجلا فاسدا. الله. ونحن نقول: ألا لعنة الله على قاتل الحسين وعلى من رضي بقتله وعلى من أعان على هذا القتل وعلى من لم يقتص منه وهو كان قادرا على هذا الاقتصاص.